الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن على العرش استوى. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أحباب رسول الله، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم أصبح يا عباد الله عالماً مادياً بحتاً، لا يلقي بالاً ليوم الحساب، ولا يكترث ليوم كان مقداره 50,000 سنة، وما ذاك إلا لقسوة القلوب والبعد عن الله عز وجل، وتعلق الناس بالشهوات، وتعلق الناس وتعلق الناس بالقشور، وتركهم للمضمون. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل كائن حي في هذا الكون، سواء كان من البشر أو من النبات أو من الحيوان، جعل له علامات تدل على دنو وأجله واقتراب رحيله، سواء كان من أي جنس كان. فالإنسان يا عباد الله يعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم يكبر ويصيبه الوهن ويصيبه المرض، ثم ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. كذلك هذه الحياة الدنيا التي تعلق بها كثير من الناس، لها يوم تنتهي فيه الحياة، وهناك ساعة تقوم فيها الساعة، وهي نهاية العالم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء دليلا يدل على انتهائه وعلى دنو أجله. جاء في الأثر أن سيدنا يعقوب عليه السلام قال مرة لملك الموت: إذا اقترب أجلي فأرسل إلي رسلا. فجاء مرة إليه فقال: أجئت قابضا أم زائرا؟ قال: بل قابضا. قال: وأين هي الرسل التي أرسلت إلي؟ قال: 3. قال: شعرك الأبيض بعدما كان أسود، وقوتك بعدما كنت قويا وأصبحت ضعيفا، وانحناء ظهرك بعدما كان مستقيما. إنها علامات تنذر الإنسان بدنو أجله واقتراب رحيله، فعلى الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل. وكما قلنا أن هذا الكون أيضا له علامات تدل على انتهائه وعلى فنائه، تسمى هذه بالعلامات علامات الساعة أو أشراط الساعة، كما سماه الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاء علامتها. وأشراط الساعة على 3: علامات ظهرت وانقضت، وعلامات ظهرت ولم تنقضي، وعلامات لم تظهر بعد. أما علامات الساعة التي ظهرت وانقضت كموت النبي صلى الله عليه
وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وفتح بيت المقدس، هذه كلها علامات قد ظهرت وانقضت. وهناك علامات أخرى يراها الناس اليوم بأم أعينهم يلاحظونها كفشو الزنا في المجتمع وكظهور الكاسيات العاريات وغير ذلك من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علامات كبرى قال الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي بعض علامات الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها كظهور الدابة وخروج المسيح الدجال وظهور الدخان وغير ذلك من علامات الساعة الكبرى التي عدها العلماء 10 علامات. ولكن يا عباد الله، الذي ينبغي قوله إذا كان هذا هو مصير الإنسان، أي مصيره إلى الفناء ومصيره إلى العدم، فلماذا يتعلق الإنسان بالماديات وبالشكليات وبالمغريات التي لا تنفع ولا تضر بشيء؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة، أخبر أمته بذلك لعلهم ينتهون. أخبر صلى الله عليه وسلم بما يقع في المجتمع اليوم من فوضى ومن تعدي على حدود الله، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكثر الزلازل والفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أصبح القتل أمرا عاديا، وأصبح سفك الدماء أمرا عاديا، وأصبح الطعن في أعراض الناس أمرا عاديا، والناس لا إحساس لهم، ماتت قلوبهم وماتت ضمائرهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة أنها سترفع من القلوب، فقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيقول الناس: إن في بني فلان رجلا أمينا، وقد أصبح وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، والعياذ بالله. فقد ضيع الناس الأمانات، أمانات العبادة وأمانات الأولاد وأمانات المسؤوليات التي يتقلدها الناس في أعمالهم وفي مناصبهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الناس اليوم يا عباد الله توجهوا إلى المادة وتعلقوا بها، ونسوا أمام الماديات، نسوا كل شيء. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وفي لفظ: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لا أحد في مكانه، لا أحد يقوم بعمله، لا أحد يشعر بالمسؤولية الموجهة إليه. أصبح الناس يعيشون على هامش الحياة، فكل واحد يقول أنا المصيب وغيره هو المخطئ، كل واحد يرى العصمة لنفسه ويرى الخطأ لغيره. عند ذلك وصل الناس إلى الفوضى وإلى الأمور التي لم تكن معروفة في أسلافنا الذين مضوا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة
أن يفشو الزنا ويكثر الحلف بالطلاق وشهادة الزور وموت الفجأة والعياذ بالله 4 علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قال ظهور الزنا والفواحش والعياذ بالله، وهذا أمر يا عباد الله قد تنجس المجتمع بهذا الأمر بكل وسيلة وكل شيء يفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله من نظر محرم وتبرج في الشوارع وتمرد النساء على الرجال وكثرة النساء على عدد الرجال بأعداد كثيرة جدا، والنظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى من صور خليعة ومن مشاهدات ومن مسلسلات إباحية. عند ذلك يا عباد الله إذا كثر الخبث وكثرت المعاصي عند ذلك رب العزة جل وعلا يغضب عند انتهاك المحارم، عند ذلك يأخذ الناس أخذ عزيز مقتدر، وقد أنذرهم بقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الشيء يأتي من الأمن من مكر الله إذا أمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى وظهر له بأن لا رقيب عليه ولا عقوبة ولا حساب، هذا هو التمرد على رب العزة جل وعلا. عند ذلك يغضب رب العزة جل وعلا ويأخذ الناس أخذ عزيز مقتدر. وقال عن الثانية وكثرة الحلف بالطلاق، الناس إذا جاءوا لكي يؤدون يمينا أو يحلفون يمينا يحلفون بطلاق نسائهم، وهذا من علامات الساعة. وأصل الحلف أن يكون بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بنبي ولا بشيء آخر. ثم قال وشهادة الزور، وهي والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. وقد كان صلى الله عليه وسلم متكئا ذات مرة فقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فاستوى قائما ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت. فقد كثرت شهادة الزور في هذا الزمان سواء في المحاكم أو في المساجد أو في غيرها من الأماكن الأخرى. فلا ينبغي أن يقول الإنسان سمعت كذا أو بلغني كذا وكذا، لأن الجوارح هذه ستشهد عنك يوم القيامة. إذا قلت رأيت كذبا فإن عينك تقول يوم القيامة كذبا، وإذا قلت ذهبت وأنت لم تذهب فإن رجلك ستنطق عنك يوم القيامة. اليوم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقد ينطق الله يوم القيامة جلودهم وقال لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وأمره بين الكاف والنون. وقال في ختام الحديث صلى الله عليه وسلم وموت الفجأة. هذا أصبح أيها الإخوة بين الفينة والفينة الأخرى وبين الحين والحين الآخر، حتى يقول إن فلان قد مات بسكتة قلبية أو بحادث سير أو بغير ذلك من الأمور التي لم تكن معروفة في أسلافنا الذين مضوا. وموت الفجأة هو أيضا علامة من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عبرة وهنا حكمة للإنسان لكي يستعد للقاء الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ومن بآثار اقتدى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، بمجموع ما كنتم تستمعون إليه، الخلاصة في ذلك ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم عن هذه السنوات وعن هذه الأزمنة المتأخرة التي أدركتها الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، أو قال صلى الله عليه وسلم في رواية: سنون، جمع سنين، سنون خداعات. قال صلى الله عليه وسلم: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الأمين، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. عند ذلك يظهر الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر عامة الناس، بدل أن يتكلم الكبير أو العالم أو صاحب الحكمة، يتكلم أراذل القوم ويتكلم التوافه من الناس. وهذه أيضا مما نلحظه ومما نشاهده. إذا كان الإنسان صادقا، إذا كان الإنسان أمينا، يقال عنه بأنه رجعي، وبأنه متخلف، وبأنه ليس يعيش مع المدنية ومع العصرنة. وإذا جاء جاهل من هناك وعرض جهله على الناس وأغرهم بذلك، صدقه الناس وكذبوا الصادق وخونوا الأمين وأمنوا الخائن. هذه أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الإخوة استعداد للقاء الله عز وجل. فالعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم وفقنا إلى طاعتك، اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا يا رب فيمن توليت، واقضي حوائجنا وحوائج المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم طهر مجتمعاتنا من الربا والزنا، واهد شبابنا وشباب الإسلام، وحصن نساءنا ونساء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تكلنا مكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا يا رب من القوم الغافلين. اللهم هدم أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، صلوا على نبيكم وأكثروا من الصلاة عليه لتكونوا من الفائزين. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.